السلام عليكم. أنا منيرة من منو دي اي واي. أتوقع كثير منا يعاني من الجوع في الامتحانات، بس ما يبغى يضيع الوقت في المطبخ، فحبيت اليوم أسوي لكم وصفات سريعة وتشبع وجدا جدا لذيذة. أتمنى يعجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدأ. وأول شي راح أسويه هو التشيز بيتزا، ونحتاج إلى أول شي نضيف الخبز في الصينية، بعدين نضيف عليها الجبن السايل، بعد كذا نضيف الجبن الموزاريلا وندخلها في الفرن مدة 5 إلى 10 دقايق لما تتحمر من فوق. وهذه الطريقة متأكد راح يحبونها عشاق العش البلبل. وثاني شي راح أسويه الجرانولا بارز، ونحتاج إلى أول شي نضيف الشوفان، بعدين الكورن فليكس، بعد كذا السكر البني، الزيت، العسل والملح والفانيلا، الفول السوداني واللوز والشوكولاتة، ونخلطهم مع بعض. بعد كذا نضيفهم في الصينية ونحاول نساويهم وندخلهم للفرن مدة 3 إلى 6 دقايق. هذه الطريقة جدا جدا لذيذة، لازم تجربونها. وآخر شي راح أسويه هو المايكرويف سوفليه، لأن منا ما يحتاج إلى شوكولاتة في وقت الامتحانات، فنحتاج إلى أول شي راح نضيف خليط الكيك في الوعاء، بعدين نضيف البيض والزيت، وبعد كذا مفروض أضيف موية، بس أنا أضيف حليب لأن كذا تصير ألذ. بعد كذا نخلطهم مع بعض. بعد ما نخلص من خليط الكيك نضيف في قالب السوفليه خليط الكيك، ملعقة صغيرة نوتيلا، نغطيها بخليط كيك، بعدين ندخلها في الميكروويف مدة 3 إلى 5 دقايق على حسب حرارة الميكروويف. كذا أكون خلصت الفيديو. إن شاء الله أعجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب. أتمنى تزورون مقطعي السابق لأنها طرق للمذاكرة، أتمنى تستفيدون منها.